تعالى ما تقلبش، بص بقى اوريك حاجة جميلة جدا جدا واسعار مش هتشوف زيها تاني. تمام. الجنينة دي اول حاجة السعر بتاعها 10 جنيه. كام يا عم؟ 10 جنيه. خلاص. يعني 10 جنيه تكلفة اقتصادية جدا جدا جدا. مواعيد الحديقة بتبدأ من الساعة، تمام، الساعة 9 أو 10، تمام، وبتخلص برضو 9 أو 10. خلاص. طيب المكان ده موجود فين؟ المكان ده موجود في حلوان. تمام. الحديقة اسمها حديقة اليابانية. طيب الحديقة اليابانية دي انت بتركب لها ايه؟ بتركب لها مواصلاتها سهلة جدا. بتركب المترو بتاع حلوان، بينزلك قبلها ب5 دقايق كده تتمشاهم. لو عايز تتمشى تتمشى، هي مش بعيدة يعني عن محطة المترو. لو عاوز تركب بتركب توك توك او تركب ميكروباص. تمام. طيب في ناس بتسأل بتقول دلوقتي الحديقة ديت بينفع اخد اكلي معايا؟ ينفع تاخد اكلك معاك والمشروبات بتاعتك وكل حاجتك. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الجنينة جميلة وواسعة جدا جدا. ولو عايز تاخد عجل تاخد عجل زي ما انت عاوز. تمام. سكوتر، اللي معاه سكوتر، اللي معاه عجل. الحديقة جميلة جدا جدا. وهل فيها ألعاب؟ فيها ألعاب كتيرة كتيرة جدا. تمام. فيها ملاهي كبار وصغيرين. تمام. هتنبهر انت لما تشوف الحاجة ديت. لو انت ما تعرفش الجنينة ديت، ما رحتهاش قبل كده، لازم تروحها. تمام. الجنينة جميلة جدا ومساحات واسعة. وفي اماكن تصوير جميلة جدا جدا. ممكن تاخد البتاع ده، المعدات بتاعتك، الترايبود او معاك اي حاجة تتصور حاجات جميلة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الأثارات اللي هي الحاجات اليابانية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنا برضو في بحيرة كده صغيرة. هوريكم برضو البحيرة ديت. بصوا بيعملوا فيها ايه. بيأجروا فيها زي الفلوكات اللي احنا كنا بنركبها زمان. تمام. ناس كتيرة. وبصراحة الحديقة جميلة جدا جدا جدا. ومستواها اقتصادي وقريبة، يعني أي قريبة من محطة المترو جدا. تمام. طيب في كافيهات، في كافيهات هناك. بس يستحسن ان انت تاخد الاكل بتاعك والحاجة بتاعتك وتروح يا باشا وايه وتقعد. زي ما انتوا شايفين كده دي الحاجات اللي هي الموجودة في الجنينة. ممكن تتصور عندها. اهم حاجة الناس بتسأل عليها الجامع. في جامع طبعا ماشي. في مصلى للسيدات ومصلى للرجالة. تمام. موجود كل حاجة في الجنينة. بصراحة الجنينة اقتصادية. ودي الكافيتريات اللي هي موجودة زي ما انتوا شايفين كده. صراحة الجنينة جميلة جدا جدا جدا. فيها مساحات واسعة جدا جدا جدا. يعني انا لما روحت ما كنتش متخيل الحاجات دي. وفيها نطاطة للأطفال. تمام. كل الحاجات دي فري على فكرة، مجانا. هي بس الملاهي، في ملاهي هوريها لكم، ملاهي اسمها ملاهي علي بابا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم كل حاجة بالتفصيل. تمام. كنت عاوز اجري لكم الفيديو بس عاوز اوريكم كل حاجة يعني تشوفوها قبل ما تروحوا. تمام. السعر زي ما قلنا 10 جنيه يا جماعة. تمام. لو يعني دي لحد ما انا رحت ممكن تزيد حاجة بسيطة 5 جنيه. بس هي يعني هي ب10 جنيه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بصراحة المساحات جميلة. ويعني في نسبة ناس كتير قوي موجودة. بصوا الأطفال لو في عندهم عجل أو سكوتر ياخدوه ويلعبوا بيه. تبقى جميلة جدا جدا. مفيش خوف على الأطفال. بصراحة هي جميلة جدا جدا جدا. يعني في حاجات عندنا في مصر جميلة جدا لازم نستفاد بيها. ودول زي ما انتوا شايفين كده كانوا بيسموهم تقريبا ال40 حرامي. هو بيقولوا علي بابا وال40 حرامي. وفي ناس تقول بوذا والتلامذة بتاعته كاسم يعني للحديقة اليابانية. بصراحة في أماكن حلوة كتير أوي أوي في مصر. أنا هوريكم الملاهي كمان. تمام. أنا بوريكم كل حاجة بالتفصيل عشان تبقوا انتوا عارفينها. تمام. برضو دي بحيرات كده برضو موجودة ناحية اللي هو علي بابا وال40 حرامي.
هو كان زمان بيسموها الجنينة ديت علي بابا ال40 حرامي، بس هي اسمها الحديقة اليابانية يعني. زي ما انتوا شايفين كده المساحات عاملة ازاي، مساحات واسعة جدا جدا، اقعد يا عم زي ما انت عاوز. في اماكن كمان فوق، تمام، هوريها لكم برضو. تطلع وتتصور زي ما انت عاوز. بصراحة الحاجات جميلة والاسعار اقتصادية. على فكرة اسعار الملاهي ممكن تبقى تلاقيها ب20 او 25 على حسب كل لعبة. تمام. أنا بقول لكم كل حاجة بالتفصيل عشان اوريكم برضو الجنينة من جوه عاملة ازاي. الجنينة جميلة بصراحة، فيها مناظر للتصوير تحفة جدا جدا جدا. معلش استحملوني في الفيديو ده عشان بوريكم كل حاجة. يعني بصوا انا بوريكم برضو الحاجات اللي انتوا ممكن عاوزين تتصوروا جنبها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. لا الجنينة جميلة جدا جدا وعجبتني جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين، بصوا المناظر جميلة بصراحة. تمام. دي اعتقد اللي هي في ب20 جنيه تقريبا. بتبقى ربع ساعة او نص ساعة. هي بتبقى اخرها ربع ساعة يعني، هما بيقول لك نص بس هي بربع ساعة بس بتستمتع. يعني بتستمتع، الجو جميل وكده. فحاجات بتبقى اقتصادية يعني. تمام. والناس بتدور على الحاجات اللي هي الاقتصادية. زي ما انتوا شايفين كده المنظر جميل جدا جدا، والناس قد كده واقفين هناك عشان مستنيين الدور بتاعهم ان هم يركبوا. لان دي كانت زحمة بصراحة. آه، مش متخيل الزحمة اللي هي دي على ديت. فبصراحة الجنينة جميلة جدا جدا جدا، وبأنصح اي حد يروح. تمام. بس نخلي بالنا من عيالنا. تمام. في المنطقة ديت بالذات. تمام. او زي ما انتوا شايفين كده الناس كلها واقفة. تمام. وبتتفرج على الناس اللي هي او مستنياهم عشان يركبوا. خلي بالنا برضو من العيال يا جماعة، يعني لازم يبقى حد راكب معاك، ما نخليش العيل هو بس اللي يركب. ده المناظر اللي انا قلت لكم عليها، كأنك نفسك في اليابان لما تاخد صور. تمام. ودي بقى الملاهي اسمها ملاهي علي بابا. وملاهي جميلة جدا جدا جدا. بوريكم كل حاجة في الجنينة، يعني انا مش سايب اي حاجة بصراحة عشان اوريكم. تمام. كان معايا ياسمين وانبسطت جدا جدا جدا. ودي الكافيتريات اللي انا بقول لكم عليها، ممكن تجيبوا حاجة ساقعة. وفي سندوتشات هناك. تمام. بس يستحسن ان انتوا تجيبوا الاكل من الاكل من البيت. زي ما انتوا شايفين كده دي اهو. الكشك اللي انا قلت لكم عليه دوت، او الكافيتيريا. دي مناظر اهي. بس انا مش حابب يعني اجيب الناس عشان ايه، ما ينفعش اصور الناس. دي الملاهي. زي ما انتوا شايفين كده عشان بيبقى في حاجات خصوصية. فزي ما انتوا شايفين كده اهو. ده اللي هو موجود في الجنينة دوت، في ناس بتطلع وبتتصور من فوق. تمام. بصراحة الجنينة جميلة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده دي الملاهي بتاعت علي بابا، هنخشها برضو هوريكم ايه اللي جوه. وفي العربيات اللي هي المتصادمة، وفي كل حاجة يعني. كل حاجة وليها السعر بتاعها. يعني كل حاجة عشان الأمانة، يعني كل حاجة وليها السعر بتاعها. في ب15 وفي ب20. وده المسجد اللي أنا قلت لكم عليه. مصلى للسيدات ومصلى للرجالة، عشان الناس تطمن إن في مسجد. تمام. ودي في هنا بقى بصوا هنا دي حاجة جميلة للأطفال. تمام. جميلة جدا جدا جدا. بصوا هي دي كانت فري بصراحة، اللي هي اللي بيسموها مش عارف الحاجة اللي بتتنفخ دي وينزلوا عليها. دي كانت مجانا. زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة انا ما سبتلكمش حاجة يعني في الجنينة لما صورتها. بصوا الحاجات اللي بيحبوها الاطفال. في نطاطة كمان. تمام. وفي كور هنا لو حابين تجيبوا كور تشتروها يعني. وعادي مسموح ان تدخلي بالكور عادي، ما بيقولكيش حاجة.
تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهو، الناس كلها بتطلع المكان ده عشان تروح تتصور، وفي اللي عاوز يقعد تحت بيقعد. تمام. المكان شمس، مش يعني المكان مفتوح. هي الفكرة مشكلته ان هو المكان بيبقى مفتوح، بس لو عاوز تقعد في اماكن فيها ظل، بتقعد في المكان اللي انا وريته لكم. تمام. انا هدخل الملاهي دلوقتي وهوريكم بالتفصيل الملاهي ايه. زي ما انا قلت لكم كده، يعني حاجات بسيطة عشان الخصوصية بس بتاعت الناس، بيبقى فيه بنات وكده فما ينفعش نصور. او زي ما انتوا شايفين اهي الملاهي برضو اهي، انا بصور من على بعد برضو عشان ايه اوريكم كل حاجة. تمام، عشان ما ينفعش زي ما قلت لكم. بصوا دي اهي، دخلت والعربيات اهي قدامكم، دي العربيات المتصادمة. تمام. فالمكان جميل جدا جدا بالنسبة للناس اللي هي في الدول العربية. اللي حابب يروح ينورنا هنا في مصر عندنا، فعندنا حاجات حلوة بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده اهو، برضو دي انا صورتها. دي لعبة برضو جميلة جدا، الناس بتحبها. تمام. بصوا كمية الألعاب اللي هنا بصراحة جميلة جدا 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 وكتير، يعني بصوا ألعاب كتير جدا جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، دي ألعاب جميلة برضو. في للصغيرين وللكبار، يعني بصوا ألعاب للصغيرين والكبار في اللعبة ديت برضو جميلة اللي انت بتركبها ديت. تمام. في اللي هناك ديت خطر شوية برضو، ان بتبقى سريعة قوي اهو. بصوا الناس مستمتعة، هي ديت اللي هي بتلف، دي اللي عاملة زي الطبق اللي بيلف ده، برضو سريع. ده الفنجان، دي لعبة الفنجان. انا وريتكم كل حاجة يعني يعتبر، يعني لسه برضو بوريكم حاجات اكتر واكتر. معلش الفيديو طويل، بس حبيت اوريكم كل حاجة في الجنينة. تمام. زي ما احنا قلنا، في ب15 وفي ب20. تمام. وفي ب25 زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وفي بقى اللي هو الجميل ده بقى، الطفطف الجميل ده. تمام. بيتركب. تمام. بيلف بيك برضو. انا بحبيت اوريكم الملاهي بصوا عاملة ازاي، ودي برضو لعبة. يعني العاب كتير جدا جدا جدا. حاجات كتير قوي 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 يعني. صراحة الحاجات جميلة جدا جدا في الجنينة. وانتوا برضو في التعليقات قولوا لي، اللي حابب يسأل يقول لي عاوز يعرف ايه في التعليقات، وقولوا لي ايه رأيكم في الجنينة. بصراحة انا شايف ان هي جميلة واقتصادية وسعرها مريح، 10 جنيه ومناظر حلوة تاخد فيها صور جميلة جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. تمام. دول اللي احنا قلنا عليهم علي بابا وال40 حرامي، او التلامذة بتاعت بوذا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، انا حبيت اوريكم يعني المنظر من جوه عامل ازاي. تمام. بوريكم كل حاجة عشان اكنك رحت الجنينة بالظبط. بصي، بصوا كده في مناظر برضو بتاخدوا لو عاوزين زاوية تصوير من فوق، في ناس برضو بتقعد فوق. اللي حابب يقعد فوق يقعد، اللي حابب يقعد تحت. صراحة الجنينة رائعة صراحة. يعني انتوا لما تروحوا مش هتندموا ان انتوا رحتوا، لا هتقولوا انا عاوزين نروح تاني. وسامحوني لو انا كنت بطول عليكم، بس انا حبيت اوريكم يعني والحاجات الجميلة اللي هي فيها. هي دي القعدات اللي انا بقول لكم عليها، ممكن تقعدوا فوق زي ما انتوا عاوزين. تمام. في ناس تقول الشمس بتبقى حامية شوية. روحوا في اماكن، يعني بصوا يعني الناس بتحب تتصور قوي عند الاماكن ديت. صراحة جميلة جدا جدا جدا. ماشي. آه شايف يعني، قولوا لي برضو ايه رأيكم يعني. شوفوا المنظر من فوق بيبقى جميل جدا للتصوير، قولوا لي ايه رأيكم.